ضحى بكل شيء علشانها وساعدها إنها تصبح فنانة مشهورة، وكان بيعشقها بجنون، لكنها خانته مع أقرب الناس ليه. كشف سر القصة الحزينة للممثل المحبوب سلمان خان. كانت راي من أجمل نساء الهند، بل وكانت أجمل نساء العالم. في عام 1994 حصلت على جائزة ملكة جمال الكون. حاولت راي استغلال جمالها ودخول مجال التمثيل، ولما كانت في بداية مشوارها الفني قابلت الممثل سلمان خان، واللي أصبح بيعشقها بجنون. ساعدها سلمان كتير علشان تطور من نفسها، لأنها بالرغم من جمالها الفتان إلا إنها كانت ممثلة فاشلة. عرفها سلمان خان على أكبر المخرجين وأشهر النجوم في الهند، وبسبب مساعدته ليها أصبحت راي خلال فترة قصيرة من مشاهير العالم. وعلشان ترد الجميل لسلمان خان وعدته إنها هتتجوزه. شعر سلمان خان وقتها إنه أسعد إنسان في العالم، لكنه ما يعرفش إنها هتدمر حياته بعد كده. ارتبط سلمان خان وراي عاطفيا، وبعدها بفترة بدأ يتحول حب سلمان خان لراي لغيرة قاتلة لا تطاق. وأصبح سلمان بيشك في راي بطريقة غريبة، وبيحس إنها بتخونه مع زملائه في التمثيل، وخاصة مع ابن الفنان أميتاب باتشان. وبسبب الغيرة والشك الدائم ليها أصبح بيعاملها بشكل عنيف للغاية، لدرجة إنه في يوم اعتدى عليها بالضرب. بعد الحادثة دي أقسمت راي إنها مش هتتجوز سلمان خان، وقررت الانفصال عنه. وقالت راي في تصريح ليها: لقد فعلت ما سوف تفعله أي سيدة محترمة، وانسحبت من تلك العلاقة السامة. شعر سلمان خان ساعتها بالغضب الشديد، وما قدرش يصدق إن راي تخلت عنه وسابته. راح سلمان لبيتها وفضل يخبط على الباب لحد ما ايديه انجرحت، وبالرغم من ده رفضت راي إنها تفتح له الباب وتدخله بيتها بعد سلوكه العنيف معاها. وكمان رفضت إنها ترد على جميع مكالماته التليفونية. شعر سلمان خان باليأس، وقرر إنه يروح لها موقع التصوير اللي كانت بتصور فيه أحد أفلامها. وحصل خناقة كبيرة بينهم، واعتدى عليها بالضرب مرة تانية. لكن لحسن الحظ كان الممثل شاروخان موجود ساعتها، وقدر إنه يحمي راي من سلمان خان. اتأكد ساعتها سلمان إن راي أصبحت بتكرهه جدا، لكنه رفض الاعتراف بكده. لما سلمان خان فقد الأمل إن راي ترجع له تاني، اتجه لشرب الكحول، لأنه معتقد إنه هيقدر ينساها بالطريقة دي، وكانت حياته هتنتهي بسبب بعد راي عنه. بعدها بفترة بسيطة اتعرض سلمان خان لحادث بشع بالعربية، وأدت الحادثة لوفاة شخصين وإصابة سلمان خان. اكتشفت الشرطة إن سلمان خان كان بيسوق العربية وهو تحت تأثير الكحول، وتم الحكم عليه بالسجن، لكن تم تخفيف العقوبة لغرامة مالية كبيرة. بعد نجاة سلمان خان من الحادثة دي قرر سلمان إنه يحاول يبص لمستقبله، وبالرغم من حبه الكبير لراي إلا إنه قرر ينساها ويدفن مشاعره للأبد. وقرر التركيز في شغله وبس، لحد ما بقى من أشهر النجوم في الهند، لدرجة إن ثروته وصلت ل 300 مليون دولار. ولغاية يومنا ده سلمان خان لم يتزوج، واكتفى ببعض العلاقات العابرة. أما الفنانة راي فاتجوزت ابن الممثل أميتاب باتشان، وعندها طفلين حاليا. وبالرغم من اللي عملته راي مع سلمان خان، إلا إنه قرر إنه يهنيها على جوازها لما تم الجواز. وقال سلمان خان في تصريح لي: كل ما أريده هو أن تعيش حياتها بسعادة، هذا سيجعلني مسرور للغاية. لو كملتوا الفيديو للآخر ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أنزله.